أكتر شي بيقهرني بالحياة لما بشوف بنت ضعيفة، واحدة عم تكتب حالها بتتمنى تموت، والتانية بتحط فيديوهات انتحار، يلي موقفة دنيتها عند رفيقتها اللي غدرتها، يلي بتحط فيديوهات كمان شوي رح تكون ترجع الحبيبة يرجع يحاكيها، يلي حكمت إنه حياتها سودا لأن خطيبها تركها، يلي عم تفكر تنتحر تدعي يا رب تموت لأن حبيبها خانها، يلي موقفة دنيتها عن بيتها اللي غدرتها، ويلي قصص التخلي والخيانات اللي ما بتخلص. ولك في إمشان الله لك يلعن أكبر هيك هم ما يكون حبيبك ولا خطيبك، يكون زوجك وأبو ولادك كمان، بس يوجعلك قلبك مرة زدتي هو وقلبك وامشي، لأن اللي بيكسرك مرة بيكسرك ألف بعدها. رفيقتك غدرتك خانتك تغيرت معك مع السلامة، لك نحن مليارات البشر ما زالك صحتك وعافيتك وروح جواتك فيك ترجعي تظهري وترتفعي للسماء بغصونك. لما حدا يحاول يدفنك اثبتوله انك بذرة وازهري، بالذات التراب يلي يحاول يدفنك فيها عيشي وضحكي وحبي وافرحي. في ناس بتحبك من قلبها مقابل كل شخص تتخلى عنك. انت وردة ولو غلطتي لا بقى تحطي حالات حزن، لا بقى تحطي فيديوهات ستوري ليرجعلك، ما بقى تورجي حدا ضعفك، لا بقى تشربي منومات وتاخدي مهدئات بتشوهي بحالك وبروحك وبجسمك كمان. ما حدا بحب يكون جنب البنت الضعيفة. خليكي قوية، خليكي حالك وشوفي انك كذبانة. رد بالناس منيح بحياتك، اعملي كل شي بتحبيه وتخلي عن كل شي بوجعك. مانك مضطرة تتحملي المكان اللي ما بترتاحي فيه، اتركيه. الشخص اللي بيبكيكي كل ليلة لو كان له روحك احذريه. الأكلة اللي ما بتحبيها لا تاكليها، شغلة بسيطة بس حاج نحن نعقدها، بسيطة وسهلة كتير، اثبتها الإرادة اللي جواتك. لا تكوني مجروحة فوقها ضعيفة.